والله لو بشحت كتير عليكي ان شاء الله سايق عليهم السلالم. راضيين بكل حاجه. انا حبيبتي لا عايزه مدارس ناشونال ولا انترناشونال لعيالي. يا رب العيال يناموا شويه، انا خلاص تعبت مش قادره. شربت حتتين الغسيل. اشرب كوبايه القهوه. يا رب يناموا حبه توام. اه السلام عليكم. ايه ده ماما اتفضلي. ازيك يا عامله غاده؟ ايه؟ انت ايه عامله ايه ده يا حبيبتي؟ امينه عامله ايه؟ اخبارك ايه يا حبيبتي؟ عاملين عامله ايه؟ ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير. تعالوا تعالي يا اقعدوا امينه معايا اقعدي. حبه. اقعدي يا انتوا رنيتوا حبيبتي. الجرس ولا انا ما ده احنا سمعتش؟ برن بقالنا ساعه. مين البنت فتح لكم، فتحت فاطمه لنا. ولا عم؟ فاطمه يا حبيبتي. عامله ايه يا غيث؟ اوعي يكونوا العيال صح. لا لا ما حدش ما صحي يا غاده. صحوش. تعبت يا ماما. تعبت قوي يا ماما صدقوا. الله يقويك يا حبيبتي. تعبت. الاتنين الصغيرين دولت خرابي مش ملاحقه عليهم. ايوه ما هو توائم، ما انت عارفه، ما هو ما دي اتنين توأم التوأم. كبار واتنين توأم صغيرين. لا الله لا يا اكبر ماما يعني. الصغيرين دولت صعبين قوي يا ماما. طبعا طبعا يا بنتي ده الله يكون في عونك. اول مره النهارده يناموا الاتنين مع بعض. شوفي انا والده بقالي 40 يوم اهو ولا 45 يوم. اول مره الاتنين دول يناموا مع بعض. يا دوبك نشرت حتتين غسيل قلت اقعد اشرب فنجان قهوه. لا 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 تعبت. الله يقويك يا بنتي عليهم. تعبت. بقول لك يا غاده، ايه يا ماما عاملين ايه انتوا؟ ما اجيب بتاعه القهوه اعمل لكم قهوه. ولا تجيبي حاجه يا غاده، جايين يا بنتي بقول لك نتكلم معاكي في موضوع كده. خير يا ماما امورين. ما انا مش عارفه ابتدي ازاي. خير في حاجه ولا ايه يا امينه؟ بقول لك يا غاده، بصي إيه يا يا بنتي، انت عارفه ان انت ظروفك يعني الحمد لله طبعا الحمد لله يا على ماما. قدها يعني يا دوبك. نعمه ورضا كل اللي يجيبوه ربنا. الحمد لله طبعا الحمد لله. الف حمد الحمد وشكر لله. لك يا رب. آه ادعي لي بس ربنا يقويني على العيال دي واربيهم كده والحمد لله ربنا يقوي ابوهم عليهم يا رب. الله يقويك الله يقويك ويرزقك يا بنتي. الله يخليكي. بقول لك اختك هتطلق. ليه يا امينه خير؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انت عارفه ليه يا غاده؟ خير. من الخلفه يعني وكده. هو تاني الموضوع ده فتحه يا امينه؟ هو عمر الموضوع ده اتقفل يا غاده؟ انا ليل ونهار بيتنكد عليا بسبب الموضوع ده، وخلاص فعلا الا بالله. اخد قرار ان هو مش عاوزني بسبب الخلفه. الله يا امينه. طب مش هو قبل كده كذا مره قايل لك موضوع التبني؟ بس انا بصراحه مش حابه يا غاده ابدا حوار التبني ده. لو جبت ولد في العمر ولما يكبر انا شايفه ان هيبقى فيها حرمانيه عليا، ولو جبت بنت هيبقى نفس الكلام برضو على جوزي لما تشب قدامه كده وتبقى عروسه. لا وغير كده يا غاده هو مش عايز يتبنى حد غريب، يقول لك هجيب واحد غريب من بره. أيوة. اقعد اربي واصرف ايوه واعمل. ماما بس هو كان موافق على موضوع التبني ده. لا انا يعني ده قدر ربنا والمفروض يرضى بقدر ربنا. انا اللي مش عايزه ادخل حد غريب البيت يا غاده، مش عايزه. بقول لك ايه، خلاص يا امينه طب ما تجوزيه. ايه؟ جوزيه. لا طبعاً ازاي يا ما غاده أقدرش. يعني ده ازاي؟ انا اموت فيها والله، ده انا اموت فيها. هيجرى لي حاجه يا غاده؟ ايه اللي بتقوليه ده يا اختي يا جماعه؟ عادي خلاص انتوا بتحصل. عمالين تجرحوا فيا كده ليه؟ خلاص يا امين اهدي يا بنتي. طب خير يا ماما انت كنت عايزه ايه؟ بقول لك يا غاده، ايه علاقتي يعني انا ان امينه هتتطلق ولا يعني انت ظروفك على القد وما شاء الله ربنا مديكي 4 توائم. ما شاء الله يا ماما. يعني ربنا يخليهم لك يا حبيبتي يا الله رب. اكبر. فلو اديتي يعني عيل من الصغيرين دول اسمعي بس يا والنبي غاده. يا غاده ايه عشان ايه خاطر ربنا. هي دي اختك؟ هي حد غريب زي أفرط في امهم؟ ضنايا؟ حبيبتي هتتفرطي في ضنك وانت هتبيعي ده في البيت التاني مع اختك. ولو مع اختي افرط في ضنايا؟ لا يا غاده اسمعيني يا ماما، انا هفهمها بس اكتر مني. فاهميني بصي ايه؟ يا غاده، يعني اول حاجه انا مش همنعه عنك ابدا، اه ولو عايزاني كمان اعوده على انه يقول لك يا ماما هيقول لك يا ماما، بس ابوس ايدك يا غاده ما ترفضيش ابدا. ده انت هتنقذيني وهتنقذي يعني انت عشان خراب تبقي بيت. تخلي جوزك معاكي ومش عايزه تفرطي فيه تاخدي ضنايا؟ لا انت هتدخلي في بيتي، والله لو بشحت. هتدخلي في بيتي الرحمه والمغفره، مش عشان كده والله يا غاده. معلش. يا حبيبتي انت مش قد الاربعه برضو. كتير ده عليكي. ان شاء الله سايق عليهم السلالم. حبيبتي ده هتعيشوا في عيشه هنا ما اقدرش يا وهدخلهولك ماما. مدارس انترناشونال انت يا واحسن امي لبس من انت بره يا امي اللي يلبسوه. بتقولي كده. انت يا امي عايزه تاخدي من حضني عيل يا حبيبتي ما هو عمره انت 45 بنتي، يوم. انت بنتي وهي بنتي. والله العظيم 3 يا غاده، لو حكمتي عليا كل يوم اجيبهولك هجيبهولك كل يوم. لا ما اقدرش يا امينه. واقول لجوزي ايه؟ اقول له ايه؟ قاعد اجيب مع الفلوس؟ لا قاعد مع خالته انت وهيتربى عايزاني أجيب عيشه الفلوس؟ كويسه. مش اقول له بالفلوس هياخدوه يا عشان انت غادة. مش قادر تصرف على عيالك؟ لا انا يا ستي انا هتكلم معاه واقنعه، تقنعيه وهو بايه يا عمره أمينة؟ ما هيوافق والله. لا يا امينه ولو جوزي وافق انا ما وافقش. وانا هحرمك منهم يا غاده؟ يا غدا هو رايح فين يا حبيبتي؟ ما هو حد أقدرش. غريب؟ ده اختك دي يعني زي اختك خليه جوزك خالته. يتجوز. ايه انت مش راضيه تخلي جوزك يتجوز وعايزه تقهريني؟ يعني انت مش عايزه تقهري نفسك وتقهريني انا على ضنايا؟
مش هأهلك الراجل يا ماما. حبيبتي بيروح وبيجي. غدا انا شايفاكي مكبره الموضوع قوي. ايوه ده ضنوي يا ام. ماشي يا عيالي حبيبتي، تعبت وضناكي ده رايح فيهم. فين؟ رايح فين؟ ده خالته قولي من وامه. عند ربنا ماشي رزق، يا وقولي من حبيبتي، عند ربنا ربنا فرط فيه. يخليهم لك. انا ما قلتش تفرطي فيه، يا ما انت غادة، بسم الله ما شاء الله يا يبقى ماما معاكي استني يا 3. ماما، يعني انا دلوقتي بترجاكي بقول لك عشان خاطر ربنا، وسيبك من جوزي وسيبك من البيت اللي ممكن يتخرب. بقول لك انا مش ممكن ابدا اخلف او اكون ام. وانا تقفي جنب ابني ده لما يكبر، ولا يا بنتي اللي انت هتاخديها دي، شوفي بقى هتختاري، ما انت جايه تختاري. اقول لهم ايه لما تكبروا؟ اقول لهم معلش لما يعرفوا ابوكم ما كانش قادر صوموني عليكم؟ لا يا انت غادة، هتفضلي امهم برضو يا غاده، بس ما حدش ولادي يحرمهم مثالهم منك. هيعرفوا. يعرفوا يا غاده والله، يعرفوا. ساعتها هيعرفوا ان انت فعلا امه وانا خالته، بس هيبقى ليه بدل الام 2 يا غاده. إيه ايوه المشكلة؟ ساعتها هيعرفوا يقولوا لي ايه؟ يقولوا لي ماما فرطتي في حضننا. ما ياما الخاله انت بتربي يا طلعتينا غاده، هي بره حاجه مش حضننا. جديده. تربي على عيني وعلى راسي، اعتبريهم زي عيالك، على عيني وعلى راسي. لو عايزاني انا اللي اخليهم يقولوا لك يا ماما، يخليهم يقولوا لك يا ماما. اهدي يا بنتي، وهجيبهم اهدي يا ونروح امين. ونيجي على بعض على عيني وعلى راسي، ويبقوا حنينين ويشيلوكي في الكبر عادي. يا ماما يعني لو أديهولك. اختي مش حاسه بيا، الغريب هيحس بيا يا ماما. معلش الغريب ده التبني اهدي ده اختك دلوقتي معلش. بس عشان الموضوع جديد عليها يا حبيبتي. لا ولا هتفكر. جديد ولا قديم يا ماما، مش هفكر طبعا. يا انت غادة، مكبرة ده الموضوع ليه يا عايشين غادة؟ في بقول لك مستوى اختك كويس يا هتطلق. غادة. يعني عايش في هندخله عيل أحسن مستوى مدارس. كويس، والباقيين يبقى ابوهم معيشهم على قد ويطلع واحد هتبقى غير تبعت واحد. لك مبلغ كل شهر. ليه وعلى ايه؟ بساعدك طب يا ما غادة. بيعهم لها كلهم بقى. ده انا يا غادة كده احنا ما ببيع. قلناش كده يا حبيبتي، هي اخوات يا بتساعدك، غادة. دي اختك. ماما يا ما غادة، يطلعش منك الكلام ده يا ماما. يا غادة انا بترجاكي بقول لك عشان خاطر ربنا يا غادة. بصي اقفي يا امينه، جنبي. انت اختي وعلى عيني وعلى راسي، وعيالي عيالك على عيني وعلى راسي، بس هم في حضني مش بره حضني. معلش يا امينه حقك عليا. بصي يا حبيبتي، انت عايزه تتبني قدامك حلول كتير غير انك تاخدي عيالي. يعني هم هيجيبوا عيل غريب وابنك لا ولا بنتك لا؟ يعني يجيبوا تاخدي عيل عيل؟ غريب يصرفوا ويكلفوا يجيبوا، ويلبسوا ربنا يديك وياكلوا ويشربوا، يا غادة، والاخر وبعد- ممكن يلاقي له ام ولا يوديه وبعد فين؟ عمر طويل هيورث يا غادة كل اللي عند جوزك. لا يا مش عارفة حبيبتي عنده ربنا إيه. يهنيكي بورثك يا حبيبتي، ويهني جوزك بفلوسه وبحاجته يا حبيبتي. ربنا يهني كل واحد هو في ايه يا غاده؟ ده اختك حبيبتك، مم. لما انت ما كنتش توقفيش جنبها، مين اللي هيقف جنبها يا حبيبتي؟ منها ده عيني، ما ادهاش عيل من عيالي. انا خلاص تعبت عليك بقى يا يا غادة. ماما، انا خلاص أنا تعبت. كنت قدامك جاية حلول عشمانة كتير فيك. يا كده امينه، خالص يا غادة. قدامك حلول كتير. بس بجد يا غادة ما كانش ده العشم ابدا. ده انا قلت الدنيا دي كلها لو وقفت بنتي اختي اللي من دمي ولحمي، هي وانا اول واحده ما كنتش تبص لي. متخيله رد فعلها كده ابدا. انت يا امي اللي بتقولي كده؟ يعني زمان لو قالوا لك بيع عيل من عيالك كنت بعتينا؟ انا مش بقول لك بيعي حبيبتي يا انا ما غادة. قلتش بيعي، انا ما قلتش بيعي، دي انت اختك. كده جايه تشتري وتبيعي في لا عيال. والله يا غادة، لا ما تقوليش كده. لا. بقول لك لو عاوزاكم انت ليه بصلها بالصوره دي يا غاده؟ بصي يا ما ماما، تبصي لها بصوره تانية يا ايا كانت حبيبتي. الصوره، معلش مع احترامي ليكي ومع احترامي ليكي يا امينه، انا يا حبيبتي ما اقدرش والله غصبا عني، وما اقدرش افتح جوزي في حاجه زي كده واحسسه بضعفه وكسره ان هو مش قادر يصرف. ولا وبعدين احنا الحمد لله عيشتنا كويسه والحمد لله راضيين بكل حاجه. انا حبيبتي لا عايزه مدارس ناشونال ولا انترناشونال لعيالي، اللي ربنا كاتبه لهم هياخدوه. بصي يا امينه، وانت قدامك حلول كتير، قدامك التبني. على الاقل العيال اللي انت هتتبنيها عيال ملهاش ولا اب ولا ام، يتامى، اتبني عيل يتيم ما فيهاش حاجه دي. على الاقل انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه. انما ما تاخديش عيال يبقى عنده اب وام تمحيهم من على وش الدنيا. قدامك حلول كتير يا امينه، لكن عيالي لا. قدامك يا حبيبتي عادي تخلي جوزك يتجوز ويخلف وتعيشوا مع بعض في بيت واحد. انما انت اصلا رافضه ان جوزك يتجوز عشان منظرك، ما يبقاش جوزك متجوز عليك عشان خلفه، فعشان كده طلبتي الطلاق. لا انا شايفه ان عادي ما تطلبيش الطلاق عادي. يعني انت يا غادة لو ما كانت تقبلي ان جوزك يتجوز؟ عشان عايز يخلف اديله حريه الاختيار. اخر كلام عندك يا غاده؟ ده اخر كلام عندي يا ماما. طب ما تفكري تاني يا بنتي. فكرت. خلاص يا ماما، متشكره قوي يا انت غادة. فكري في الحلول اللي عندك يا امينه. بس خلي بالك، احنا لو خرجنا من هنا لا انا ولا اختك هنخش لك بيت تاني. هو ده كلامك يا ماما؟ ايوه براحتك يا امي، اللي انت كمان؟ عايزاه. شفتي يا ماما؟ ادي اللي يلا بيقول يا عليها من دم انا بيتي اللحم. مفتوح ليكوا في اي وقت. كتر خيرك. متشكره قوي يلا يا غادة. بنتي، يلا يلا. ايه ده؟ اخصى عليكي يا امي، اخصى عليكي، ما كنتش اتوقع منك كده، يطلع منك انت كده برضو تستخسري فيا عيالي وعايزه تديهم لامينه. ليه كده يا امي؟ وعشان قلت لا تقولي لي مش داخله بيتك تاني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. واقول لجوزي ايه؟ اقول له ايه لو عرف حاجه زي كده؟ انا خلاص قفلت.